الناس بتطارد العائد وتنسى المصيدة. عاوز تستثمر زي المحترفين لازم تفهم الخطر الحقيقي، وده اللي هنتعلمه سوا في الحلقة دي. لكن السؤال المهم، لو عرفت السر ده هتقدر تاخد القرار الصح ولا لا؟ السلام عليكم يا اصدقائي وابطالي وعي مالي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دكتور محمد حسين في برنامجكم ريتش هابتس بالعربي. فاكرين بازل الحرية المالية اللي بنبنيه سوا؟ النهارده وصلنا لقطعة البازل رقم 16، ودي مش أي قطعة، دي المفتاح اللي هيخليك تاخد قرارات استثمارية بوعي كامل وتعرف تتحرك قبل السوق ما يتقلب. لو أنت جديد معايا مش هتفهم قوة الفيديو ده غير لما تكتشف إننا ماشيين في خطة مترابطة، قطعة ورا قطعة زي البازل، ودي القطعة اللي هتفك لك سر المستثمرين الكبار. كشفنا ليه فلوسنا بتفي حتى وأنت بتقبض كويس، إزاي التضخم بياكل مدخراتك لقمة لقمة، وازاي 1000 جنيه ممكن تقلب حياتك لو استثمرتها صح. وخد بالك بعد الفيديو ده هتبقى بتفكر زي المستثمر المحترف، وهتعرف تحط خطتك من غير ما تعيش على الحظ او العشوائية. والزمن بيجري، كل ثانية بتضيع في حد غيرك بياخد الخطوة اللي انت مأجلها. يلا بينا هنتكلم عن أهم مفهومين في عالم الاستثمار والسر الحقيقي بيميز المستثمر المحترف عن الهاوي. هنتكلم عن العائد والمخاطرة. قبل ما نبدأ اسأل نفسك كم مرة سمعت ان الاستثمار كان مكسب مضمون وطلع كارثة؟ صدقني لو سمعت كلمة مكسب مضمون اعرف انك داخل على أكبر مصيدة. كتير منكم يسمع الاستثمار ده فيه مخاطرة عالية او العائد المتوقع كذا، بس هل فاهمين بجد يعني ايه؟ وهل في علاقة واضحة بينهم؟ اغلب الناس بتركز بس على المكسب او العائد، عايز يشوف كام في المية هتكسبهم فلوسه، لكن الهاوي بيتناسى تماما المخاطرة المقابلة للعائد ده، وده هو اكبر فخ بيقع فيه الناس وبيتسبب في خسائر ضخمة. الحقيقة يا جماعة ان العلاقة بين العائد والمخاطرة عاملة زي كفتين ميزان. عمرك ما هتلاقي عائد عالي جدا من غير مخاطرة عالية جدا، والعكس صحيح. فهم العلاقة دي هو اللي هيخليك تاخد قرارات استثمارية ذكية وتحمي فلوسك وتحقق أهدافك بجد. النهاردة إن شاء الله هكشف لك كل الأسرار دي، وهوريك إزاي تفهم العائد والمخاطرة زي المحترفين، وإزاي تعمل توازن بينهم في محفظتك المالية. وما تنساش استثمارك ممكن يخليك غني أو يفلسك في نفس اللحظة. السر كله في معادلة واحدة وهي العائد والمخاطرة. لو فهمتها حياتك المالية هتتغير 180 درجة. توكلنا على الله ويلا نبتدي. أغلب الناس بيخسروا فلوسهم مش عشان ما عندهمش راس مال، لكن عشان بياخدوا قرارات استثمارية وهم مش فاهمين الصورة الكبيرة. كل الناس بتحلم تكسب، لكن محدش بيقولك العائد ده بيجي ازاي ولا منين. دلوقتي هقولك الأنواع السرية للعائد اللي المحترفين بس بيفهموها. العائد ببساطة هو المكسب اللي بتحققه من استثماراتك، هو الفايدة أو الأرباح أو زيادة قيمة الأصل اللي بتشتريه. بنقيسه دايما كنسبة مئوية من مبلغ اللي استثمرته في الأساس. مثال، لو استثمرت 1000 جنيه وبعد سنة بقى معاك 1100 جنيه، فالعائد هنا كام؟ حوالي هو عائد بتاعك 100 جنيه، يعني نسبة 10%. المشكلة الناس بتقف عند الرقم ده وما بتشوفش الوجه التاني من العملة. العائد أنواع. أولا العائد الرأسمالي يعني كابيتال جينز. تاني حاجة ده بيجي من زيادة الأصل نفسه، زي ما تشتري سهم ب10 جنيه وتبيعه ب12 جنيه، المكسب 2 جنيه. تاني نوع منهم اللي هو الدخل الجاري او الانكم، ده بيجي من ارباح بتوزعها الشركة على المساهمين اللي هي ديفيدنس او ايجار عقار او فايدة وديعة بنكية. ده الدخل السلبي اللي اتكلمنا عنه في الحرية المالية. كلنا بنحب العائد وهو ده الهدف من استثمارنا، لكن عمرك ينفع تبص للعائد لوحده، لان القصة دايما ليه وش تاني. ايه اسوأ حاجة ممكن تحصل لاستثماراتك؟ لو مش عارف الإجابة يبقى أنت ماشي على قشر بيض. دلوقتي هتعرف أخطر أنواع المخاطر اللي ممكن تبلع فلوسك في ثانية. المخاطرة ببساطة هي احتمال الخسارة، هي عدم اليقين اللي ممكن يخليك ما توصلش للعائد المتوقع باصص عليه أو اللي أنت متوقعه من الأول، أو حتى تخسر جزء من فلوسك الأساسية أو كلها. تخيل إنك داخل كازينو بس لابس بدلة مستثمر، الفرق الوحيد إنك مش فاهم اللعبة أصلا. والمخاطرة هنا أنواع، أهمها اللي مبتدئ مخاطرة تقلب السوق، الماركت ريسك، ودي طبيعية جدا في الأسهم. سعر السهم بيطلع وينزل بسبب عوامل كتيرة جدا ملهاش علاقة بالشركة بشكل مباشر، زي أزمة مالية عالمية، أخبار سلبية عن قطاع معين أو غيرها. ده بيخليك تشوف أرقام حمراء على شاشة البورصة. تاني حاجة مخاطرة الشركة
الشركة نفسها اللي هي specific risk. دي مخاطرة خاصة بالشركة اللي بتستثمر فيها، ممكن أرباحها تقل أو الإدارة تكون مش كفاءة أو تطلع منتج فاشل أو تظهر لها منافسة قوية. تالت حاجة مخاطرة التضخم inflation risk، ودي اللي اتكلمنا عنها في حلقة التضخم، إن فلوسك قيمتها الشرائية بتقل بسبب ارتفاع الأسعار حتى لو عدد الفلوس ثابت. رابع حاجة مخاطرة السيولة اللي هي liquidity risk، دي اللي شرحناها في العقارات، إن الأصول ما ينفعش تبيعها بسرعة وتحولها لكاش لو احتجتها. خامس حاجة مخاطرة عدم الفهم، ودي أخطرهم، ودي كارثة بالنسبة للمبتدئين، انك تستثمر في حاجة مش فاهمها، وده بيحول الاستثمار لقمار. فاكر حلقة ازاي تستثمر بمخاطرة قليلة؟ القاعدة الذهبية هنا، المخاطرة مش حاجة وحشة في المطلق، لكن الجهل من المخاطرة هو الوحش الحقيقي. على فكرة لو انت مكمل معايا لحد هنا فانت واحد من القلة بجد عايزين يتعلموا يحافظوا على فلوسهم وينموها. بفكرك دلوقتي تعمل لايك للفيديو عشان يوصل للناس اكتر، واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش عشان الحلقات الجايه هتفتح لك ابواب محدش بيحكي لك عنها. تحب تكسب 100% في شهر؟ هو ممكن، ايوه ممكن، بس في نفس الشهر ممكن تخسر كل اللي معاك. السؤال انت مستعد تضحي بايه؟ هنا بقى اللعبه الحقيقيه بين العائد والمخاطره. هنا بقى السر اللي بيميز المستثمر المحترف. العلاقه بين العائد والمخاطره علاقه طرديه، كل ما العائد المتوقع يزيد كل ما المخاطره المقابله له بتزيد، وكل ما المخاطره تقل كل ما العائد المتوقع بيقل. تخيل معايا كفتين الميزان اللي اتكلمنا عنهم، ولو حطيت في كفه عائد عالي جدا لازم تتوقع ان الكفه التانيه هتلاقي مخاطره عاليه جدا قصاده، زي اللي بيحطوا فلوسهم في عمله رقميه جديده مبنيه على الهايب، او مشروع نصاب بيوعد بارباح 100% في شهر. لو حطيت في الكفه مخاطر قليله جدا زي وديعه بنكيه هتلاقي العائد قليل جدا، يمكن اقل من التضخم نفسه. الهدف مش انك تهرب من المخاطره تماما، لكن انك تديرها وتختار المخاطره المحسوبه اللي توصلك لهدفك. انا عارف ان الموضوع ده ممكن يحسسك ان الاستثمار معقد، عشان كده جهزت لك خطه 30 يوم للتحرر المالي مجانيه بالكامل خطوه بخطوه، هتلاقيها تحت اول لينك في صندوق الوصف. وكمل معايا دلوقتي لان اللي جاي هو مفتاح التوازن بين المكسب والامان. عايز السر اللي بيخلي الاغنياء يكسبوا اكتر ويخسروا اقل؟ الموضوع مش حظ، دي خطة اسمها إدارة المخاطر، وهقول لك ازاي تعملها بالملي. حدد مستوى تحملك للمخاطرة، الريسك توليرنس. معناها ايه؟ انت شخص بتقبل ان فلوسك تقل قيمتها بشكل كبير مؤقتا عشان تكسب كتير بعدين، ولا بتفضل الامان حتى لو المكسب قليل؟ تاني حاجة المبتدئين غالبا بيكون تحملهم للمخاطر قليل، عشان كده بننصحهم بالاستثمار قليل المخاطر. تالت حاجة عوامل زي عمرك واهدافك ووضعك المالي، وهل عندك صندوق طوارئ كامل ولا لا، كل ده بيحدد نسبة تحملك للمخاطر. تاني حاجة نوع استثماراتك diversification. تخيل لو كل فلوسك في سهم واحد، كأنك حاطط كل بيضك في طبق واحد، طبق واحد يقع بيساوي افلاس. ده اهم أداة لتقليل المخاطر. فاكر حلقة بناء المحفظة؟ ما تسيبش كل بيتك في سلة واحدة، وزع فلوسك على أصول مختلفة، أسهم، ذهب، عقارات، سندات، وعلى قطاعات مختلفة. لما بتنوع لو أصل نزل ممكن الأصول التانية تعوضه، ده بيخلي محفظتك أقل عرضة للتقلبات العنيفة. تالت حاجة نقطة أساسية، استثمر على المدى الطويل. الوقت هو صديق المستثمر. التقلبات على المدى القصير ممكن تكون مخيفة، لكن على المدى الطويل الأسواق بتتعافى وبتنمو. رابع نقطة مهمة، استثمر في اللي بتفهمه. ما تحطش فلوسك في أي حاجة لمجرد إنها ترند أو نصيحة من حد غير متخصص. ادرس، افهم، استوعب اللي بتستثمر فيه. النهاردة فهمت أهم قاعدة في عالم الاستثمار، العائد والمخاطرة. بس عشان تقدر تاخد قرارات استثمارية صحيحة لازم تفهم ايه اللي بيحرك السوق كله. في الحلقة الجاية هكشف لك عن المؤشرات الاقتصادية اللي زي البوصلة اللي بتوجه المستثمرين الكبار. هنتكلم عن التضخم، أسعار الفايدة، البطالة، وغيرها من الأرقام اللي لما تفهمها صح هتقدر تتوقع حركة السوق، وهتعرف ازاي البورصة بتتأثر بقرارات البنوك المركزية، وهتتعلم تقرأ خريطة للسوق صح زي المحترفين، وتعرف ازاي تستفيد من التقلبات الاقتصادية. الحاجة دي مهمة جدا، منها هتنقلك من مجرد مستثمر بياخد قرارات على أساس الأخبار لمستثمر فاهم الأساسيات الاقتصادية اللي بتحرك العالم. استعد لأن رحلة الاحتراف بدأت. لو عايز تديني هدية على الفيديو ده شاركه مع شخص واحد بس تعرف انه محتاج ينقذ فلوسه من القرارات الغلط. لو الفيديو ده فتح عينيك على حاجة جديدة او غير تفكيرك ما تنساش تعمل
تعمل لايك وتشترك في القناة لو لسه ما عملتش، ده بيساعد المحتوى يوصل لأكبر عدد من الناس اللي محتاجة المعلومة دي. واكتب لي في التعليقات تحت ايه اكتر نوع مخاطرة كنت بتخاف منه في الاستثمار، وازاي الفيديو ده غير نظرتك للعلاقة بين العائد والمخاطرة. شاركني رأيك. انا دكتور محمد حسين، اشوفكم في حلقات جديدة عشان نكمل بناء بازل الحرية المالية خطوة بخطوة. خليك غني وغير عاداتك المالية. السلام عليكم.